السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ودايما ان شاء الله في احسن حال. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطيره الجلاش بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، بجد هتعجبكم. اي حد هياكلها مش هيعتبر فعلا ان ده جلاش خالص، هيفتكر ان هو فعلا فطير. طريقته سهله وبسيطه جدا وبجد هيعجبكم، وان شاء الله طريقته سهله. ممكن تعملي انت بجبنة او ممكن تعمليه بلحمة بفراخ زي ما تحبي، احنا النهاردة عاملينه حلو. تمام. طبعا الجو برد وعايز اي حاجة تدفيه. بصي عامل ازاي، طري قوي وبجد مورق، وطريقته سهلة وبسيطة. شايفة عامل ازاي؟ الحشوة دي حسب رغبتك. بدأت معاكم بالكنافة عشان اوريكم انا حمرتها ازاي. حطيت لها مكعب من الزبدة وحطيت لها كمان معلقة صغيرة من السمنة البلدي. ممكن تعمليها بسمنه بس او بزبده بس زي ما تحبي، مفيش مشكله خالص. حطيت لها هنا معلقتين كده من السيرم، تمام، اللي هو الشربات الخفيف قوي، وهوريكم ازاي انا عملته. ولو ما عندكيش ممكن تحطي عسل ابيض، بس اهم حاجه بعد ما الكنافه تتحمر. معايا نص كوبايه هنا من اللبن البلدي او حتى لبن معلب، اي حاجه المتاح. معايا علبه زبادي بلدي او برضو حتى معلبه، مفيش مشكله خالص. معايا كوبايه من الكنافه حمرتها قدامكم. معايا معلقه كيك شيف او كمان بيكنج باودر، اي حاجه اللي عندك. 4 معالق من السكر، كوبايه الا ربع من السمنه على الزبده، وكمان معلقتين كبار من القشطه البلدي. اول حاجه كده انا حطيت نص كوبايه من اللبن، حطيت عليها كوبايه الا ربع من السمنه على الزبده، وكمان نزلت عليها بكوبايه من الزبادي. تمام. وحطيت عليها كده معلقتين من القشطه الكبار. تمام. و4 معالق من السكر. وحطيت كده كمان معلقه كيك شيف اذا لو ما عندكيش بيكنج باودر. تمام. ولو حابه تضيفي كمان واحده فانيليا مفيش مشكله خالص. هقلب الخليط ده كده بقى كله مع بعضه لحد ما يديني القوام ده. عايزه اقولك خلي بالك في البرد بيمسك بسرعه علشان خاطر السمنه والزبده مع بعض. تمام. وزي ما انت شايفه كده معايا ورقه جلاش انا هنا كده نص كيلو. تمام. هاخد منها 4 ورقات احطهم على جنب عشان خاطر يكونوا للوش. الصينيه هنا انا حاطه فيها مكعب زبده. تمام. ومسحه بيها كده كل الصينيه. تمام. بص بقى احط ورقه الجلاش كده نص من بره ونص من جوه، زي المثلث كده بالظبط. وهبدا احط لها الخليط اللي انا عملته دوت، هو ده اللي هيكون بين الطبقات. ما حطيتهاش فوقيها، حطيتها جنبيها كده. تمام. وهبدا احط نصها من جوه ونصها من بره، وكمان عشان خاطر احط الخليط ده. كل مره هحط واحده عكس التانية زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجه ما تنسيش الخليط اللي احنا عاملينه ده. لسه بقولك الجو برد فهي بتمسك بسرعه قوي السمنه او الزبده. تمام. زي ما انت شايفه كده هبدا انا اكمل العمليه دي كلها كده. تمام. بس هسرع شويه الفيديو عشان خاطر ما يطولش عليكم. نص من بره ونص من جوه. الحشوه هنا بقى حطي اللي انت عايزاه، ممكن تحطي مكسرات بس، حطي زبيب بس، حطي سوداني بس، حطي جوز الهند، اللي انت عايزاه زي ما تتحكمي فيه. بس اهم حاجه لو انت هتعمليها بجبن ما تحط لهاش سكر. تمام. لكن لو تعمليها حلو عادي يحط لها سكر مفيش مشكله وسيرم. وانا بقى هنا دلوقتي هو خلصت ورقه الجلاش اللي معايا كلها. تمام. وهبدا بقى احط الحشوه اللي انا عايزاها في النص. هفردها كده بقى زي ما احنا شايفين بالظبط،
ممكن تحطي مكانها كاستر، ممكن تحطي مكانها مهلبية، اللي انت عايزاه واللي يريحك. تمام. حطيت فوقها كده جوز الهند، وده اختياري برضو. وبعدين هبدأ بقى الف الورق كده بالراحة خالص، هاخد كده ورقة ورقة. واهم حاجة الخليط دوت، شايفة كده، واحدة واحدة. طبعا انا حطيت هنا اهوت الكنافة في اخر ما انا خلصت خالص، عشان خاطر هي نصها جوه والنص التاني من بره، فالنص التاني من بره هيبقى زيها زي اللي جوه بالظبط، قده يعني بالظبط. تمام. وهبدأ الف كده كله مع بعضه. خلاص بقى كده انا خلصتها كلها، والاربع ورقات اللي انا قلت لكم انا شايلهم على جنب عشان الوش بتاعها ما يبقاش من فوق منحكش كده ولا حاجه. حطيت بقى كده الورقه ديت زي ما احنا شايفين. تمام. والورقه اللي بعديها هحطها عكسها كده. تمام. انا بحط الورقه من تحت خالص. حطيت بقى باقي الحاجه من فوق، اللي هو الخليط اللي موجود، هو يدوك الخليط اللي كان معايا كفاها بالظبط. دخلها درجة حرارة 200 ربع ساعة بالظبط. اول ما احس ان هي من تحت خدت لون، هروح كمان مشغلة الشواية دقيقتين. هبدأ اعمل معاكم بقى السيرم، اللي هو عبارة عن كوباية من المية، عليه نص كوباية من السكر، عليه عصرة ليمونة. اهم حاجة لما تدخليها الفرن دخليها على درجة حرارة 200 زي ما قلتلك، على الرف الوسطاني، شغلي من تحت بس. اول من تحت ما يستوي شغلي من فوق دقيقتين، وممكن هي تاخد لون من فوق من غير ما تشغلي من فوق. عايزه اقولك طالعه طريه جدا. بصوا السيرم بقى اللي انا عملته هو خفيف قوي. وهبدا احط كده، وممكن تحطي عسل ابيض. تمام. هي طريه جدا على فكره، بس اللي خلاني حطيت السيرم دوت عشان انا عايزاها مسكره شويه. هي ما بتلزقش في الصينيه خالص على فكره، وبجد حلوه قوي 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 قوي. بصي طريه ازاي، بجد تحفه. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبك. واذا عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة تشوفيني بتمنى تفعلي الجرس، واقول لكم سلام عليكم.